السلام عليكم ورحمة الله أعزائي أولياء الأمور وكمان حبايب قلبي طلاب 5 ابتدائي. يا رب تكونوا بخير يا أبطال. النهاردة إن شاء الله يا جماعة استكمالا ليونت 2 للوحدة التانية يا شباب. إن شاء الله معادنا يا جماعة النهاردة مع ليسون 2 الدرس الثاني. طبعا يا شباب الدرس الأولاني قسمناه ل2 بارتس إلى جزئين، وإن شاء الله يا جماعة هسيبهم لك بإذن الله الرابط بتاعهم في صندوق الوصف تحت الفيديو على طول علشان تقدر تتابع معايا يا جماعة كل الدروس درس بدرس. قسما بالله برنس عجبتني. اول حاجه النهارده يا جماعه هنقسم الفيديو بتاعنا لاربع حاجات. الفوكاب طبعا الكلمات الجديده، نحاول يا جماعه ننطق مع بعض ان شاء الله بطريقه سلسه جدا وكمان طريقه شيقه قوي. تاني حاجه هناخد الريدنج، درس الريد النهارده يا جماعه درس جميل جدا مع البنوته الجميله قوي داليا وهي بتتكلم عن نفسها واخواتها يا جماعه. وبعد كده هناخد النوتس النهارده يا جماعه. النوتس بقى الملاحظات مهمه قوي قوي الصراحه يا جماعه، ما بتسيبش امتحان اللي ما بتيجي، عشان ايه يا جماعه الصراحه حاجه فيري امبورتنت. وبعد كده في الاخر خالص هناخد بقى اكسرسايز جميل جدا اللي هو اكسرسايز ليسون 2 من كتاب المعاصر يا ابطال اللي احنا اصلا شغالين منه. بس بالله عليك فعل الجرس يا جماعه والاشتراك عشان يوصلك كل جديد والدروس كلها اول باول يا بطل. Today I am going to make a new video, so please whatever. طبعا يا شباب على بركة الله نبدأ أول حاجة على طول بإيه؟ بالكي فوكاب اللي هو الكلمات الجديدة يا جماعة أو الكلمات المفتاحية. أول كلمة رياضة التايكوندو اسمها تايكواندو. تايكواندو، حاولوا يا جماعة أنتوا معايا كده. تايكواندو. تنس طاولة يعني تيبل تنس. تيبل تنس. تيبل تنس. جيك سوز. جيك سوز لا لعبة تكوين الصور. جيك سوز. تيبل تنس. انا مكرر مرتين مش عارف ليه، مش مشكله. حاجه تنس. تيم اللي هو معناه فريق. تيم. تيم يقول لك الاهلي تيم، الزمالك تيم. تشيس اللي معناه شطرنج. تشيس شطرنج. ديزرت معناه صحراء. ديزرت صحراء. طبعا يا شباب هي باس واحده مش دبل اس، خد بالك يا ابطال، لو دبل اس هيكون معناها تحليه، لكن اس واحده معناها صحراء. طبعا يا جماعه عندك كمان اكسترا فوكابلوري، بعض الكلمات اضافيه يا جماعه برضك مهمه جدا لا تقل اهميه عن اللي فوق. طبعا اول حاجه كلمه قرد اسمه مونكي. مونكي. هوم ورك. هوم ورك اللي هو معناه واجب منزلي. Arabic. طبعا عربيك اخيرا اي سي منطقه كي، هيبقى الاي سي في اخر الكلمه منطقه كي زي كلمه ميوزك وعربيك وكده. ماث اللي هو رياضيات هيبقى. طبعا عندك فرنش اللي هو لغه فرنسيه. ما شاء الله يا جماعه كلها كلمات بسيطه جدا وحلوه قوي. قصيده بوم. بوم قصيده يا جماعه، وجماعه طبعا بومز معناها قصائد او اشعار. عندك كامل. كامل يعني جمل. واخيرا مطبخ كيتشن. كيتشن اللي هو طبعا مطبخ. ما شاء الله مع الصراحه كلمات كلها الصراحه مبشره جدا جدا بالخير وكلها حاجات سهله قوي قوي قوي. ما شاء الله عليكم. طبعا يا شباب معانا اهوت بعد عندك برضه حاجه اسمها تصريف الافعال بقى، اسمها conjugation of verbs اللي هو تصريف الافعال. تصريف الافعال يا جماعه عندك ان شاء الله يا جماعه عندك 3 اشكال او 3 صور الافعال، ولكن الاول عندي نوعين افعال. حاجه اسمها regular verbs الافعال المنتظمه، ودي الافعال يا جماعه اللي انا بضيف لاخرها دي او اي دي او اي اي دي عشان الفعل يا جماعه يتحول للماضي، خد بالك منه. لكن الريجولار verbs الافعال بقى الشاذه، ودي الافعال اللي ملاش لها قاعده ثابته خالص، كل فعل يا جماعه بيتحفظ مع نفسه خالص. بس الحاجات دي مهمه جدا جدا في اللغه الانجليزيه عندنا يا جماعه، مهم قوي. طب اول حاجه كلمه كلايم يتسلق يا جماعه، البي ساين يا شباب ماضيها كلايمد يتسلق تسلقه. جامب. جامب ماضيها جامبد يبقى قفز يقفز قفز. يا جماعه الافعال كلها في الماضي هي افعال منتظمه اخرها اي دي. عندنا حاجه اسمها ووك. ووك بمعنى يمشي، طبعا اللي ساين يا جماعه وماضيها ووكد اي دي. تايدي بقت تايدد. يا جماعه حذفنا الواي وحطينا بدالها اي اي دي عشان قبل الواي حرف ساكن حرف كونسونانت. براكتس. براكتسد يا جماعه يتدرب تدرب. جميله جدا. اما الافعال الشاذه يا جماعه اللي اصلا ملهاش قاعده ثابته خالص يا جماعه، سبيك سبوك يتحدث تحدث. رايت روت. يا جماعه شايفين يا جماعه اصلا ما فيش قاعده خالص ثابته في الافعال ديت، عايزه كلها حفظ ابطال. اعمل نفسك ميت. اعمل نفسك ميت. ميك ميد. ميك ميد يصنع صنع.
حيما. واخيرا كلمه يرسم بقى drew دري حيما اللي مع يرسم رسم. مش فاهم يا جماعه؟ كلها افعال جميله جدا وكلها مهمه خالص خالص، هتفيدك جدا في انجليزي يا جماعه لما انت تحفظ افعال ديت اول باول يا ابطال. طبعا يا شباب عندنا برضه ما ننساش بعض التعبيرات وحروف الجر الهامه important expressions and prepositions. طبعا الحاجات دي مهمه ليه بقى؟ عشان يا جماعه بتيجي في سؤال التوصيل الجديد وكمان بتيجي في سؤال اختيارات حروف الجر مهمه قوي قوي. اول كلمه عندك good at بمعنى جيد فيه حماه، وده ان شاء الله تكون هي محور الدرس بتاع النهارده كلته. معاه بردك great at بمعنى رائع فيه good at حماه. bad at عكسها بقى يا جماعه بمعنى سيء فيه، بمعنى سيء فيه. اما كلمه في فريق in a team حماه like I play football in a team، انا بلعب كره قدم مثلا في فريق وكده حاجه معيه. across the desert معناها عبر الصحراء. do jigsaws اللي هو يكون لعبة الصور المتقطعة حيما. do karate حيما يمارس لعبة الكاراتيه، كلها أفعال do. أوكي. أما كلمة بمفردك أو بنفسك أو يعني without any help يعني معناها on your own. الله، كلمات يا جماعه مهمه جدا جدا لازم تركز فيها يا شباب عشان تيجي في اختيارات كتير قوي يقول لك مثلا حرف الجر دي بياخد ايه والفعل دي بياخد ايه، فالحاجات دي مهمه قوي تقراها كمان مره. عندك بقى الليسننج يا جماعه اهوت المهم قوي يا جماعه النهارده ان شاء الله علشان نركز عشان نقابلنا تاني ان شاء الله في الاكسرسايز نفس كده بالظبط. هاي I am داليا. I am good at playing football and making kicks. I am bad at playing handball. الله، شو يا جماعه بقول لك ايه بقى؟ انا اسمي داليا، انا جيده جدا في لعبه الكره قدم وكمان اعمل كيك، بحب اعمل ايه؟ كيكه والعب كره قدم، لكن انا سيئه فين بقى؟ في الهاندبول. ركز يا جماعه كلمه جود ات وعكسها باد ات، مالهم بقى يا مستر بقى؟ دايما مع الاثنين دول على طول بيجي بعدهم الفعل اي ان جي او بيجي الاسم النون على طول. تمام. اخويا بقول لك ايه؟ آسر is my brother. He is good at playing tennis. And he is bad at helping me in the kitchen. آسر بقى أخويا هو جيد في لعبة التنس لكنه سيء أوي في مساعدتي في المطبخ. نفس الكلام يا أبطال، خد بالك عندك برضه أهو عندك good at وعكسها على طول bad at حيما، دايما على طول بعدهم بيجي الفعل ing حيما. قال لك أهو good at playing bad at helping. مهم أوي. أوكي. بيس ريس تمام. My sister's name is Selma. She is good at doing math. She is bad at tidying her room. معنى بقى اختي بقى الصغيره اسمها سلمى وهي شاطره جدا في حل المسائل الحسابيه لكنها سيئه في توضيب او ترتيب الاوضه بتاعتها. نفس الكلام ادي good at حيما وباد at. مره قال لك good at doing والثانيه bad at tidying عشان يقول لك يا شباب ايه؟ ان جود ات وباد ات على طول بيجي بعدهم الفعل اي ان جي او النون. حلو قوي يا جماعه. طبعا الكلام يا جماعه دوت هنركز عليه كمان مره اهو بقى في حاجه اسمها ايه؟ اسمها لانجوج فوكس. يا جماعه قدامك فوق خالص اهي في العنوان عشان دي بقول لك حته مهمه قوي قوي يا شباب، يعتبر اهم حته في الدرس بتاعنا كلته، وزي ما قلت يا جماعه ما بيسيبش امتحان الا ما تيجي. اهي يا جماعه بيقول لك بقى التحدث عن اشياء نفعلها او لا نفعلها بطريقه جيده. يا جماعه do or don't do well. يا جماعه شوفوا يا جماعه حاجه 3 كلمات هو يعتبر محور درس النهارده. شوفوا يا جماعه great at رائع فيه، good at جيد فيه، bad at سيء فيه. ماله بقى؟ بيجي بعدهم على طول فعل اي ان جي او ساعات بيجي بعدهم النون الاسم على طول الحاجه اللي انت ايه بتحبها او جيد فيها او سيء فيها. شوفوا يا جماعه مثال كده، هدى is good at playing tennis. حيما شوفوا يا جماعه good at playing اي ان جي اهي. حيما مثال تاني يقول لك ايه I am good at tennis but I am bad at doing jigsaws. شوفوا يا جماعه good at tennis هنا حطيت الاسم على طول النون اللي هو تنس اسم الرياضه او اللعبه. My brother is great at swimming but he is bad at basketball. شوفوا يا جماعه bad at باسكتبول هنا حاطين على طول ايه النون. حيما يبقى good at great at bad at بعدها على طول فيرب ان جي او النون. الله، حلو يا جماعه.
عايزين بقى اكسرسايز نطبق عليه كل الكلام ده يا جماعه. يلا يا جماعه من كتاب معاصر، يلا بينا. ودلوقتي يا شباب معدى بقى مع اكسرسايز جميل جدا موجود عندنا في كتاب معاصر قدامك يا شباب صفحه 75. يا شباب من كتاب معاصر بيقول لك ايه؟ choose a correct answer from A B C or D. اختر يا شباب هي ابطال بقى من A او B او C او D. يلا يا جماعه كده ان شاء الله شد حيلك كده معايا ونشوف مين يقول اجابه قبل ما احنا نقولها. اجمد كده ولا مش لا بص ما تعيطش، مش عايزك كده، ها اجمد لسه اللي جاي جامد. يلا رقم واحد they can't paint the living room they are really bad at. هما مش قادرين او يعني مش عايزين يدهنوا غرفة المعيشة لان دهانهم فعلا ايه؟ painting ولا paint ولا painted ولا to paint. طيب معي الاجابة painting ing علشان خاطر bad at اللي قبل النقط يا جماعة على طول بعدها بيجي الفيرب ing او النون يا شباب لسه حالا قايلينها. 2 my friend is great at not handball plays ولا play ولا playing ولا played. ايوه بلاينج برضو. ليه يا مستر ليه؟ علشان عندي قبل النقط great at يعني جيد فيه بتساوي مع good at وباد at وجريت at كل ing او noun. 3 my sister is good. لا دي سهله قوي، مش سهله يا جماعه. طبعا good in ولا to ولا لا مش مستاهله خالص، اسمها good ايه؟ good at. صح يا شباب؟ اختي شاطره او جيده في الارت في الرسم. good at يا جماعه وجريد at وباد at كل دول حرف جر at بعد الصفات ديت. 4 camels are better ولا good ولا best ولا worse at walking across the desert. يا جماعه سهله جدا بره مع good at. صح يعني الجمال جيدة في السير في الصحراء في المشي في الصحراء مع good at وعضاء ing walking. 5 يا شباب ولكن who ولا which ولا why ولا when are your favorite sport. ها بيسأل يا جماعة ايوه صح which يعني ايهما. يا جماعة بتيجي دايما يا جماعة للاختيار بخيرك يعني ايه اكتر رياضة انت مثلا كويس فيها او تفضلها which. حلو قوي. نمبر 6 نهى is great at. ايه لسه قايل حاجه يا جماعه great at وجود at وباد at بعدها بيجي فيرب ing او النون. هنا الوحيده اللي تمشي معاك النون اسم وهنا سكواش. يعني نهى شاطره او جيده في السكواش لكن عندك هنا بلاي وبلايز وبلايد مش ماشيه خالص. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ 7 يا جماعه my uncle do ولا does ولا is ولا are good at sailing. سهل قوي يا جماعه ماي انكل دي مفرد يبقى از يا شباب خصوصا ان الام واز وار يا جماعه بعدهم على طول بيجي الصفه وعندك هنا كلمه جود. طبعا ما ينفعش احط هنا ار وهنا انكل مفرد هنا از. 8 يا جماعه بيقول لك ايه وير ولا which ولا who ولا when is your favorite sport to do in a team. فقال لك فوتبول بره مع which ايهما اي الرياضات تفضل ان تلعبها في فريق. اكتر لعبه ايه بتحب تلعبها في تيم فقال له كرة قدم which. الله حاجات جميله جدا يا جماعه. طبعا ده يا جماعه التمرين موجود عندنا في كتاب المعاصر يا شباب صفحه 75. اما ده يا جماعه بقى صفحه 77 يا شباب اللي هو listen 1 معلش listen 2 صح listen 2 يا جماعه exercise 2 بيقول لك بقى choose a correct answer. برضك اختار يا شباب صفحه كام يا شباب 77 من كتاب المعاصر ابطال. رقم 1 يا ابطال بيقول لك ايه كل الكلام يا جماعه متكرر والله. بيقول لك ايه I am good at لسه قايلين اهو بلاي ولا بلاينج ولا بلايد ولا بلايز. سهل يا جماعه قلنا يا جماعه جود ات بعدها على طول الفيرب ing يبقى بلاينج يا مستر صح. قلنا يا جماعه جود ات وباد ات وجريت ات بعدها الفيرب ing او بعدها بيجي النون الاسم على طول. 2 فوتبول از ماي فيفورت تو نقط اون تي في. خد بقى مع التلفزيون اهو واتش ولا بلاي ولا دو ولا جامب. ها بدام تلفزيون يا مستر يبقى اكيد واتش صح. يعني كرة القدم هي اكتر رياضه بحب اتفرج عليها في التلفزيون بلعبها في التلفزيون مش افعالها مش جامب انط عليها في التلفزيون. ايه ده 3 I am good at reading انا شاطر جدا في القراءه but I am not at drawing لكني خايف في الرسم. great ولا bad ولا good ولا nice هي كلمه bad. طبعا مع good at عكسها bad at. انا هنا اخترت العكس يا مستر ليه عشان عندك كلمه but. طبعا مع but دايما تيجي على طول في الكونتراست في الاعتراض او الجمله العكسيه.
كات القطط ده جامعة مستر سهلة جدا يا جماعة. يبقى عندك does ولا do ولا is ولا are سهلة قوي يا مستر. يبقى are عشان cats قطط يبقى are good at jumping يا جماعة. الام واز وار يا شباب بعد الصفة وعن هنا كلمة good. حلو قوي. التوصيل يا شباب طبعا قلنا ان اول حاجه بنقرا العمود الاي الاول وبعد كده نقرا العمود بي عشان نقدر نجمع كل افكارنا يا شباب. وقلت يا جماعه في الاول وفي الاخر التمرين دي عايزه حفظ كلمات يا ابطال. حفظ كلمات. اول حاجه بقول لك ايه they are good هم جيدين. سهله قوي يا جماعه. هي اسمها good at واي ان جي سهله قوي واضحه جدا. طب which are your ده which سؤال يعني عندك عم استفهام بردك وضحت قوي. what are you what ماذا انت بردك سؤال يعني عندك في الاخر علامة استفهام. I play football انا بلعب كورة. الله يخرب بيت الكورة على اللي اخترع الكورة، على اللي دخل لنا الكورة، على اللي بيشتغل في الكورة، ده يتلعنهم كلهم. فين هنشوف اهو يا جماعه حاجات كلها سهله جدا. هنقرا بقى العمود بيه يا جماعه. بقول لك ايه اول حاجه good at ده سؤال اهو خد بالك منه يا جماعه. كان في عندك المس فهم الناحيه الثانيه اهو عندك which وعندك what. 2 او letter B they can move fast يعني هم يمكن ان يتحركوا بسرعه. letter C بيقول لك ايه at had handball في كره اليد. letter D in a team يعني في فريق يا جماعه. اما الاخيره خالص مع لتر اي مكتوب ايه favorite sport يعني الرياضه المفضله بتاعتي. دي سؤال. طب اول حاجه نرجع يلا يا جماعه كده كم واحد they are good good ايه يا شباب؟ ايوه صح. انا سامع ناس بيقول لك ايه لتر سي يا مستر صح good at حلو قوي ماشي. which are your رقم 2 يا جماعه which are your ايه ايوه favorite sport لتر اي اي رياضه تفضلها بحبها. 3 what are you good at انت جيد في لعبة ايه؟ سؤال اهو يا جماعة اهو what. 4 I play football in a team صح letter D يا جماعة انا بلعب كورة في فريق. الله حاجات كلها سهلة قوي قوي يا جماعة ما شاء الله عليها الله. طبعا يا شباب دلوقتي بقى هناخد بقى ايه السؤال التالت بيقول لك ايه read the text يا شباب نقرا مع بعض كده معاه اللي هو ايه اقرا النص. القطعه يا جماعه مهمه جدا بيجي عليها سؤالين answer يا جماعه وسؤالين اختيارين. قطعه مع سلاوي بيقول لك ايه I am Dalia I am good at playing football and making kicks يا جماعه انا اسمي داليا بحب قوي كرة القدم وبحب ايه اعمل الكيكه. شاطر في كيكات ما شاء الله عليك. طيب I am bad at playing handball. Asir is my brother. He is 11 years old. He is good at playing chess, tennis, but he is bad at helping me in the kitchen. يا جماعه معناه ايه بقى؟ بتقول ايه؟ انا بحب جدا كره اليد يا جماعه وقصدي بكره قوي كره اليد ماليش شاطره فيها خالص. وآسر دي اخويا الصغير عنده 11 سنه هو بيحب التنس لكن ما بيحبش يساعدني في المطبخ. My sister's name is سلمى. اختي الصغيره اسمها سلمى. She is 8 years old. She is good at doing math. اختي الصغيره اسمها سلمى عندها 8 سنين. اخت داليا يا جماعه وهي شاطره قوي في حل المسائل الحسابيه اللي هي سلمى يا جماعه اللي عندها 8 سنين. اخت داليا اللي بتتكلم عن نفسها دلوقتي. She is bad at tidying her room. مازن and Reem are my cousins. Reem is good at drawing. يا شباب بتقول ايه بقى؟ اختي اللي اسمها سلمى خايبه قوي في ترتيب الايه الاوض بتاعتها ما تعرفش ترتب اوضتها. عندي مازن وريم ولاد عمي. ريم بتحب الرسم قوي. She likes a cat وبيحب قوي القطط اللي هي ريم بنت عمي. مازن likes monkeys. Monkeys are good at climbing trees. مازن ابن عمي التاني بيحب القرود جدا والقرود من الحيوانات اللي هي جيده قوي في تسلق الاشجار. الله حاجات سهله قوي يا جماعه. اول حاجه يا شباب بقول لك ايه ذا تيكست از اباوت النص يا جماعه دوت والقطعه بتتكلم عن مين؟ عن داليا اند هير فاميلي ولا بلاينج فوتبول ولا كاتس اند مونكيز ولا جروينج بلانتس. سهل قوي يا جماعه اكيد طبعا داليا والاسره بتاعتها صح يا جماعه. قاعد تقول داليا واخويا اسمه آسر واختي سلمى ولاد عمي ريم ومازن كلها فعلا عن ايه؟ عن العيله بتاعتها. طب نقط is good at doing math. مين اللي كان شاطر في حل الحساب؟ آسر ولا سلمى ولا مازن ولا ريم؟ كانت سلمى صح.
سلمى كانت جيده قوي في حل المسائل الحسابيه، لكنها كانت باد سيئه قوي في تايدنج ذا روم. 3 شباب بقى الاتنين انسر. وات از آسر باد ات؟ آسر كان مش شاطر في ايه يا جماعه؟ كان هي از باد ات هيلبينج ان ذا كيتشن في السطر الثالث يا جماعه، كان هو خايب او ما هوش كويس او في طبعا المساعده في المطبخ، ما بحبش يساعد حد في المطبخ. 4 وات انيمال داز ريم لايك؟ ريم كانت بتحب حيوان مين؟ فاكر معايا اخر سطر خالص؟ شي لايك كاتس، صح هي بتحب القطط. لكن اخوات تاني اللي اسمه مازن كان بيحب المونكيز. حلو قوي ما شاء الله يا جماعه، قطعه لذيذه قوي وسهله موت. ايه السؤال الرابع شباب بقى؟ عندنا برضه موجود عندنا في كتاب المعاصر اهوت اللي هو ليسن 2 صفحه 77 و 78. ري اوردر، اعد ترتيب الجمله. يا شباب قلنا برتب ازاي؟ اول حاجه الفاعل، وبعدين نحط الفعل الفيرب، وبعدين نحط اوبجكت المفعول او صفه او حرف جر. يا شباب اول حاجه بقول لك ايه، نقرا كده understand or not. at writing my sister good poems is. اول حاجه الفاعل my sister، حلو قوي، وبعدين نحط الفيرب، عندك verb to be اللي هو is، وبعد is يا جماعه good at، حلو قوي my sister is good at، وندور على الفيرب ing writing poems، يعني اختي جيده في كتابه او تاليف القصائد والاشعار. الله حاجه لذيذه قوي ما شاء الله، حلو قوي يا جماعه. 2 do I on karate on my. اول حاجه الفاعل I وبعدها الفعل do. I do، انا بفعل او بمارس ايه؟ كاراتيه اللي هو طبعا لعبه الكاراتيه يا جماعه، من الالعاب الجميله جدا. on my own يعني بمفردي، حاجه يا جماعه يعني without any help، حلو قوي. I do karate on my own ما شاء الله. عندك كده practice he football and every day و a team. اول حاجه نبدا بالفاعل he وبعدها على طول practice يعني هو بيمارس ايه بقى؟ المفعول عندي هنا فوتبول، فاعل وفاعل ومفعول، سهل قوي يا جماعه. بيلعب الكوره فين بقى؟ in a team في فريق، ها كل يوم بقى every day. الله سهل قوي يا جماعه. he practices football in a team every day، هو بيمارس الكوره كل يوم في الفريق بتاعه. 4 شباب نقرا برضه كده مع بعض كلها على بعضها كده. at bad what you are sports. اول حاجه what sports يعني ما هي الرياضات، ماشي، وبعدين نحط الفعل المساعد اللي هو are، وبعدين يو الفاعل bad at تكمله الجمله. what sports are you bad at؟ ما هي الرياضيات اللي انت ما انتش جيد فيها او انت ما تحبهاش او انت مثلا ايه مش قد كده. حاجه يا جماعه ادي يا جماعه سؤال ترتيب جميل جدا ما شاء الله يا جماعه. صفحه بقى 78 يا جماعه عندنا سؤالين كمان. السؤال الخامس اللي هو البانكت ويت او البانكتويشن، اتفقنا كتير يا جماعه بنحل ازاي. اول حرف في الجمله يا جماعه بيكون كابيتال ليتر، عندي اسم ولد او اسم بنت، اسم يوم، اسم شهر، اسم مدينه، اسم دوله، بنخلي اول حرف كابيتال ليتر، اخر الجمله نحط فول ستوب نقطه لو جمله عاديه او كويشن مارك لو كان سؤال. حلو قوي. طب نقرا مع بعض يا جماعه كده. نادر and ماهر are playing tennis. نادر وماهر بيلعبوا تنس، ماشي. نبدا يا جماعه كده. اول حاجه نادر and ماهر are playing tennis. هنا يا جماعه البانكتويشن السنه دي عليه درجتين او درجه، حاجتين. اول حاجه حرف الام بتاع ماهر حولناه من سمول لكابيتال، وفي الاخر حطينا فول ستوب نقطه علشان دي جمله عاديه. يا جماعه ما هو السؤال حاجتين بس. السنه يا جماعه البانكتويشن او البانكت ويت عليه طبعا سؤال او عليه درجتين، حاجتين. رايت باراجراف او ايميل. ايميل من 40 كلمه. يا جماعه حلو قوي. حاول يا جماعه نجمع كده البيانات كده. اول حاجه يور فريند، صاحبك او صديقتك اسمها ياسمين. يا جماعه نجمع الافكار كلها. الايميل عن ايه يا مستر؟ عن سبورتس ذات يو ار جود ات، الرياضات اللي انت جيد فيها. ماشي معاه. صديقك اسمه ايه؟ ياسمين. والموضوع عن سبورتس. انت اسمك نور. حيما انت او انت اسمك نور، والايميل بتاعك يا نور اسمه ايه؟ نور@yahoo.com، دي عنوان البريد الالكتروني بتاع الراسل. طب بتاع صديقي بقى المرسل اليه اسمه ياسمين@yahoo.com.
شايف يا جماعه البيانات ديت لازم انت تحددها عشان تقدر تعرف تكمل الحاجات دي كلها. الحاجات دي يا جماعه البيانات هنحتاجها بقى ايه تحت شويه. طبعا الراجل هنا مديك كلمه فوتبول يا جماعه عشان تساعدنا شويه، وكلمه جود ات جيد فيه. طبعا يا جماعه دي هنستعمله في جمل لوحدها. اول حاجه فروم من مين يا جماعه، اكتب بريد العنوان يا جماعه او عنوان البريد بتاع مين، صديق بتاع المراسل اسمه noor@yahoo.com يا جماعه اللي هو عندنا في الصوت الثاني. طب تو يا جماعه الى، يعني الايميل دي راح لمين يا جماعه، نكتب عنوان البريد بتاع المرسل اليه yasmin@yahoo.com عندنا يا جماعه في السطر الاخير اهو. انا بس يا جماعه هنا بكمل البيانات كلها مش من دماغي، من عنوان ونقابل السؤال اهو. طب السبجكت الموضوع عن ايه يا شباب اهو، عن ايه، سبورتس اي ام جود ات يا جماعه اهو. برضه يا جماعه الموضوع في السطر الثاني. طب اول حاجه هقول ايه، دير وبعدين اسم صديقي ياسمين، اسم المرسل اليه دير ياسمين، او ممكن اقول ايه هاي ياسمين، وبعدين اعمل مقدمه يا جماعه هاو ار يو. طبعا المقدمه ديت ممكن اكتبها في اي ايميل، اقول له ايه هاو ار يو، ويا ريت يا جماعه ابداها من بعد اسم صديق على طول اهو تحت الواي ياسمين. شوف يا سيدي، اي ام جود ات بلاينج فوتبول، انا بحب قوي او جيد في لعب كره قدم. حلو قوي. وايه كمان، اي بلاي ات، انا بحب العبها ان ا تيم، في فريق يعني عشان يا جماعه هي اصلا لعبه جماعيه مش لعبه فرديه طبعا. I am good at scoring goals، وأنا جيد في إحراز الأهداف، بحب جدا أجيب أهداف وأنا حريف الصراحة. كمان I am also good at squash، وكمان أنا بحب جدا وجيد في لعبة سكواش. حلو قوي. كمان I play squash with my friend هاني، وكمان أنا بلعب سكواش مع صديقي هاني. الله. طبعا معاه في الاخر بقى نختم الكلام بقى ايه سي يو سون، اراك قريبا او اراك فيما بعدين بقى خلاص بقى صديقي. وفي الاخر بقى او قال له يا جماعه امضي بقى اسم الايه الراسل او ايه يور صديقك او حبيبك نور في الاخر اهو يا جماعه. الله. شوفوا يا جماعه هنا دي يا جماعه طبعا باراجراف او الايميل قصدي سهل جدا جدا جدا. انا كل عمليه ايه بجمع بس بيانات موجوده ايه من السؤال وكده. طبعا يا شباب معاكم مستر احمد شهيب من قناه مستر انجلش. يا ريت يا جماعه تدعموني كده، وكمان يا ريت في الكومنتات ادعوا لي دعوه حلوه كده بتفرق معايا قوي يا جماعه والله العظيم بجد، وتخليني استمر معاكم. طبعا يا جماعه شكرا جدا يا ابطال على المتابعه، واستنوني في الفيديو ليسون 3. شكرا. سلام عليكم.